اللهم طاقة بها نحيا، طاقة تحتمل عسر الحياة وتعيننا على مرارة عيشها والتأقلم على مذاقها، طاقة تحمل عنا ثقل عبء حنى استقامة القامة، ثقل عبء جار على هيئتنا فباتت هزيلة شاحبة، ملامح تروي آلاما نقاومها بلا طاقة. اللهم طاقة نقاوم بها الوجع ونتجاهل بها سقم العيش، طاقة نرضى منها ونهون على أنفسنا بها. اللهم طاقة نصبر من خلالها على متاعب الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنقول بسم الله وأسلم عليكم يا أغلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده المشتريات. تعالوا بقى نتعرف يلا بينا نتعرف على الأسعار ونشوف. أول حاجة طيب هنقول دلوقتي اللي قدامنا الموز ده كان 3 كيلو، طبعا ب1000 هنا وشفا الولاد كانوا منه. الكيلو كان ب15 جنيه، والتفاح ده نوعين، الاصفر والاحمر، كان ب50 جنيه. في نوع كمان صغير الكلامنتينا او المندولينا زي ما بتقولوها بقى، ده كان الكيلو ونص ب10. التفاح فيه منه تفاح صغير كان تحت ب35 جنيه، بس ريحته اجمل عندي من الكبير ده بصراحة، فظيع جدا، ريحته جميلة. والكاكا دي كمان كان الكيلو تقريبا مش عارفة ب20 او ب25 جنيه. هنا طبعا الطبق اللي انا كنت حاطاه برا للولاد، بوريكم بقى الحاجات دي كانت جايالي من بالليل، فطبعا ما كنتش قادره اعمل حاجه، اشتريتها وحطيتها في التلاجة، يعني جبتها وحطيتها في التلاجة. فالتفاح بقول لكم اسعاره، وياسين بيعرفكم طبعا على بقيه الحاجه معايا وبيسلم عليكم. تمام. بيعرفكم على التفاح اللي ب50 الاتنين، وجاي واخد واحده، قلت له لا خد من الطبق عندك كله، خد منه، راح زعل وقال لي يا ماما خلاص انا مش عايز. تمام. البتنجان اللي انا وريته لكم في الاول الجميل ده كان الكيلو ب5 جنيه، جبت منه 2 كيلو. تمام يا حبايبي، تعرفوا على الاسعار بقى، وياريت نشتري بس على قد احتياجنا، الحاجه اللي هي تكون صبحه وحلوه وتكون رخيصه. يعني مثلا ايه، ما تروحيش تقولي لا الحاجه دي احلى، لا والله كل الحاجه حلوه، بس شغلي دماغك على الحاجه صح. المشبك ده دمياطي جميل قوي، اللفه دي ب10 جنيه، جبت منها 3. فتحنا واحدة هوريكم دلوقتي اهو، هشيل الاتنين. فتحنا واحدة واخدنا منها وهشيل الاتنين. طبعا قلت لياسين يطلعها وهشيل دول كده. ربنا يبارك فيه ويبارك لكم في اولادكم جميعا. تمام يا حبايبي. فلما تجيبي الحاجة هاتي مثلا حاجة ايه، ممكن تكون مثلا، يعني انا مثلا هوريكم الكوسة دلوقتي حلوة وخضرة وجميلة مش دبلانة، حتى من تحت مش دبلانة. العيش ده جاي حطيته في الفريزر، جبت منه 30 رغيف. انا بوريكم بص صغير ازاي وبجنيه ونص، طبعا ما كانش عنده الكيس اسمر حطهولي فيه. تمام. دلوقتي ايه، هظبط دنيتي بعد ما اخلص الفيديو وهشوف حالي. الحمد لله كنت طبخت وخلصت طبيخي وبصيت ايه على حاجتي، كنتوا شايفين حاجة مشبرة عشان طالعة من التلاجة. هنا الطماطم الحلوة دي كانت الكيلو ب10، جبت منها قد ايه، جبت منها 5 كيلو. جميلة حلوة، مش وحشة. الكيلو دلوقتي شغال كيلو وربع، وكيلو ب10، والكيلو ب10. فبقولك لو الحاجة شايفاها مثلا بتاعت يومها وشايفاها نص دبلانة وسعرها كويس، هاتي. الفيديو ده الفلفل ده بقى الرومي، والفلفل اللي هو الحامي ده نار 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 بجد. بصوا حتى انا اللي بوريكم ان انا دقت منه نار. طبعا لازم ادوق منه قبل ما اطبخ للولاد، لان انا ساعات بطبخ منه كده وماما حامي بقول لهم ما خدتش بالي، فبيزعلوا ما بيعرفوش ياكلوا. الكيلو كان ب10، جبت على بعضه كده شويه من ده على شويه من ده ومشيت الحال. فانت لو لقيت الحاجه رخيصه ونص دبلانه اللي هي شغاله تقضي معاكي يومك، تقضي معاكي طبيخك، بس مش تجيبيها نص دبلانه كده او دبلانه وهتقعد معاكي في التلاجة يومين 3، لا يبقى انت كده خسرتي نفسك ان الحاجه هتبوظ وهتترمي. هاتيها على قد اليوم ومشي حالك، مش هتقول لا.
الليمون الجميل ده كان ب10 جنيه، جبت كيلو ونص. ما تنسوش اللايك بالله عليكم، ياسين بيقول لكم ما تنسوش اللايك. جبت كيلو ونص منه، تمام. هو مشكلته انه كان اصفر، وانا التلاجة عندي ما بتقعدش، ما بتخليش الحاجة يعني. فهو للحوم، لأي حاجة، لزفارة أي حاجة بعصر منه ساعات على بجيب منه كده 4 5 وأعصر على صابون المواعين اللي أنا هستعمله في يوم يعني، مش على قد الإزازة. الفلفل الحبيب قلبي ده بقى اللي مقدرش أشوفه ما جيبش منه، هريسة الشطة ده كان ب15 جنيه. بصوا جميلة جميلة وحامية نار يعني. أنا عملت منها وانا بعملها في الكبة بقيت اعطس من ريحتها، ايديا بقت نار، ايديا الاتنين وانا بقطع فيها كده. انا ما بحبش البس جرافز وانا شغالة، فعملتها حتى لقيت فيها واحدة دبلانة هي رميتها عشان ما تبوظش الباقيين. يعني انت لو هتجيبي حاجة دبلانة وحاجة كويسة لسه صبحة، ما تحطيش دي مع دي، تمام. كله ماشي كله شغال، بس انتي تعرفي كل واحدة بتمشي بيتها على قد ظروفها. انا مش هقولك لا ما تجيبيش، وانا مش بساعدك في حاجة، لا مشي نفسك. يعني الحاجة اللي مثلا هتجيبي الجزر ده لو دبلان اللي هو هيتقشر وشغال. لو مثلا انا جايبه الكيلو ده ب5 جنيه، ال2 كيلو ب10. بصوا انا عمالة احاول في الكيس عشان انا مش عايزة مش عايزه اقطعه او افكه دلوقتي، لان انا مش عايزه احط في البلاستيكات حواليا وانا لسه ما ظبطتش التلاجة. مش عايزه احط حاجه في التلاجة إلا لما اظبط تلاجتي وامسحها مسحه حلوه كده وارص فيها الحاجه. فانا دلوقتي بس كنت عايزه اعمل الفيديو واخلص عشان اشفق للتلاجة واروح ارص فيها الحاجه في المنظمات اللي انتوا عارفينها بتاعتي الرفيعه دي، الكنز الصغيره. اللي يناسبك في السوق هاتيه. يعني انت مثلا الطماطم دي كان فيه مستوية، بس انا عايزاها تقعد معايا، مش عايزة افصلص دلوقتي. بصوا الجزر جميل جميل بصراحة، ب5 جنيه. خدت انا قطعته وفرزته وشيلته في الفريزر. فهماني يا حبيبتي، يا رب يكون بس المعلومة وصلتك. لو لقيتي مثلا 5 كيلو طماطم ب5 جنيه، هاتي وفرزي وارمي في الفريزر. بس طبعا هتنضفيها وهتسلقيها وهتعملي انت بايدك الحلوة وشطارتك، هتخلي بيتك اسعد الناس، اللي هتوفريه ليكي واللي هتصرفيه عليكي. فهماني؟ على قد ما تقدري دبري ووفري في اليومين اللي احنا فيهم دول بجد. هي دي نصيحتي ليكي النهارده، دبري ووفري. انت ممكن يكون كذا تاجر بيبيع كل حاجة، ده عندي ده وعندي ده وعندي ده نفس الحاجة، دوري على الارخص. مش عيب، مش عيب على فكرة، بس عيب ان احنا نستغل والتجار يستغلونا ويبقى بمزاجنا. فاهماني؟ او نعمل عبط ويلا عشان ما نتكسفش، لا. هي دي محاربة الغلاء الصح، محاربة الاستغلال. فاهميني؟ الكوسة الجميلة دي كانت ب15 جنيه، جميلة اللهم بارك. عملت منها للمحشي وللطبيخ. فرزت، هقول لكم بتفرز ازاي، او ممكن ان اكون عملت لكم فيديو. البراد الجميل حبيب قلبي ده بقى انا نسيته على النار ساعتين متتاليين. ازاي؟ حطيت عشان اعمل تقريبا نعناع او شاي وقلت لحد من ولادي يروح في البوتاجاز. ما سمعش كلامي. بصوا من بره التاكل ومن جوه التاكل ازاي قشر، ومن بره عمل ازاي عايز تعكه محترمه. الايد دي المفروض ان الايد دي مدوره بيضه كده، ايد الغطا ساحت في بعضها. الله المستعان. هوريكم كمان كارثه تانية، بس دي حصلت من غير قصدي يعني. الكوارث ده كان بالليل الخلاط البراد، وبالنهار كانت الكبه. بصوا لوحدها والله. بصوا رسمه العين فيها ازاي، معرفش السكينه ازاي عدت عليها كده، معرفش. يعني متخيلين ان احنا عارفين ان الكبه بتبقى سكينتها عموديه شغاله فيها، بصوا عدت عليها وعملت ازاي. لقيت بوم البتاع ديت. شديت الفيشه انا كمان، مش معرفتش اسيطر في اي حاجه، انا خفت وشديت الفيشه وسبتها. فالحمد لله العين حق، وربنا يسترها علينا وعلى ولادنا. فانا حبيت اوريكم الكارثتين اللي حصلوا لي دول. فما تنسونيش بقى، دي كل مشتريات النهارده. ما تنسونيش بقى في لايك وكومنت جميل منكم، والسلام عليكم.